من الأشياء اللي ساعدتنا ناكل أكل صحي طول الوقت هو بالثلاجة. ترتيب الثلاجة. قبل كانت مشكلتي من نشتري خضار وفواكه نحطها بالثلاجة وآخر شي نرمي نصها لأن نتعاجز نغسلها بالأخير تتلف وتنكب. والحل لقيته من بديت أرتب الثلاجة بنفس اليوم اللي نتسوق بيه، نغسل كل شي وننشفه ونوزعه بحافظات. وما أقولكم شلون الطبخ صار أسهل لأن الشغل نصه بالتحضير، ومن يكون كل شي مغسول ومنظم راح تسهل عليكم حياتكم. بس ضروري نحفظ الأكل بالثلاجة بمكان صحيح، لأن إذا ثلاجتكم مثل ثلاجتي من مايديا فكل رف له خاصية وبرودة معينة تحفظ الأكل. الرف الفوق أخليه للبيض للألبان والجبن لأن حرارته ثابتة، واللي يعجبني بهاي الثلاجة إن البرودة متوزعة فما يصير عندي مناطق تجمد فجأة. الخضار والفواكه المغسولة والمقطعة نخليها قدام عيننا بالرفوف الوسط حتى ناكلها وما ننساها. أما المجار اليمين هذا المجار مخصص للخضروات يحافظ على الرطوبة فتبقى فريش أطول فترة، واليسار هنا نحط الدواجن واللحوم لأن حرارته مختلفة ومناسبة إلها. باب الثلاجة بس للأشياء اللي ما تتأثر بتغيير الحرارة مثل المربى والمخللات والماء والعصاير. وبهالطريقة الواحد يصير نفسه مفتوحة يفتح الثلاجة ويطلع اللي يريده بسهولة، والطبخ بالبيت يصير أسهل.